يا مساء الخير ومساء العافية عليكم بنات. عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام الحسين وأخيه أبو فضل العباس وأولادهم وأصحابهم الطاهرين. طبعا يوم قبل لا نبدأ بالفيديو نصلى على محمد وآل محمد، وهسه راح أبدي أشرح لكم شنو راح أسوي وشنو سويته. هذا الفيديو من السابع، بس اليوم يلا لحقتها منتجه. طبعا شوفوا بنات، هنا عندي هذا التمن عنبر. طبعا أنا دزيت على دقه، ردت هذا التمن عنبر يصير دقه، يعني تعرفون انتم مال الزرده، فما لقيته. دزيت على تمن عنبر، هم قالوا نظيف يعني هذا ما بيه شيء، قلت لهم جيبوا لي 3 كيلوات ونص. فهنا جابوا لي نظيف، هم شفته يعني نظفته خاف بيه فد شيء، وجيت هنا غسلته وراح انقعه واخليه فد ساعه هيجي، واجي يعني شلون افركه بايدي على مود يصير ناعم، لان تعرفون ما لقيت دقه، شويه دقه يعني احسن تصير بالزرده، يعني تنهرس بسرعه. فهنا سويت اني غسلته، هسه تشوفون جاي اصفي بيه وانظفه فد مره هيجي، لان تعرفون الزرده لازم تنظفوه فد مره، يعني ما يظل بيها المي الابيض مال التمن او النشا مال التمن. تمام. فقمت سويت اني هنا، جيت قلت لكم بعد ما غسلته هاي راح اخليه في الساعه ناقع، ومن بعدها اجي افركه بايدي. هاي هنا بعد ما اخذ وقت من عندي تقريبا ساعه، فوق الساعه يعني، وجيت هنا فركته بايدي حيله ناعمه، نعم الحبايه مالته مال التمن. والتمن هو نظيف يعني، على فكره يعني مو تقولون هاي الدنان يسموه او يعني عودان لو فد شي، لا نظيف كلش نظيف. فاني هم بديت هم نظفته وياي، خاف بيه فد شي يعني ما بيه شي، شغلات كلش قليله. وجيت هنا بعد ما غسلته ونقعته، وهسه تشوفون هنا افرك بيه وراح ابدي اطبخه. تمام بنات. هنا خليت طبعا هالمره ما شعلت البريمز لان الجو حار، ولا خليت القدر الكبير، جبت القدور 2 قلت كافي عليهن يعني، وما شاء الله صار خير من الله. فقلت كافي عليهن راح اطبخ، ولا شفته يعني قام يزود عزل القدر. تمام. فهنا يا بنات خليت زيت بالقدرين هاي تشوفون، وخليته لما انحمى هسه، وراح ابدي اخلي هذا التمن اللي نعمته يعني بايدي، شفتوا انتم بعد ما غسلته وكملته، وهسه راح اخليه بالقدر. تمام. وبعد ما اخليه بالقدر اروح اخليه لما يوعى وفيفور. هسه راح تشوفون انتم الطريقه، فانتم ابقوا الفيديو شوفوا. اكو بعض البنات يعني دائما يتسائلون، عندي فيديو اصلا قديم انا منزلته هو مال زرده، يجون شلون اكو كم شغله طلعت لي، قالوا انتي مره منهم خاله بصل بالزرده وهيك شيء، هو ما يصير اصلا البصل، ولا انا خاله نفس الوقت اصلا ما كنت مخليه بصل، بس ما ادري هم فاهمين فيديو غلط، ما ادري ما شايفينه عدل، ما مفتهمين شنو بعد. المهم فيا بناتي هنا شفتوني قسمت على القدرين، خليت هنا تقريبا كيلو ونص، هنا كيلوين، وهنا بالكيلو ونص تقريبا خليت هيك. فقلت راح اقسمه وابقى يعني اخوط بيه هيك اطبخه، يعني عين عليه، ما يعني هاي الزردة شوفوا بنات مو مال تطبخيها وتعوفيها، لو تعوفيها براحتها لو فد شي، لا لازم واقفه عليها تخوطين بيها على مود ما يحترق القدر، على مود ما تفصص، على مود هواي اشكال، فتظلين انت واقفه عليها. هنا يا بنات بعد ما كملته هاي تشوفون راح اخلي المي هسه، هذا القدر كملته خليت له المي، وهذا الثاني هم راح اخليه له وعوفه لما يفور. بس انتم تعالوا احكوا لنا شنو شاركتوا الامام الحسين، شنو سويتوا، لبستن اسود لو لا، شنو عادتكم؟ طبعا انا عادتي دائما كل سنه يوم السابع البس اسود، وقلت لكم حتى على الانستغرام فتحت بوكس اسئله على الانستا وسالت البنات، اكو البعض قالوا احنا نلبس من بدايه محرم، اكو بيهم قالوا لا نلبس من السابع، اكو من العاشر، واكو البعض قالوا احنا لا نلبس اسود. طبعا هي تعرفون عادات كل من وعادته، احنا عادتنا لا نلبس من يوم السابع، فانا كتبت لهم قلت لهم انا من يوم السابع البس، وانتم شو وقت؟ فالبنات جاوبوا ما شاء الله، يعني الناس تعرفون عادات هي كل من وعادته. المهم يا بنات هنا انتم هم اكتبوا لي، خلينا نشوف من ايش وقت لابسين اسود، شنو اللي عندكم، شاركتوا طبخ لبع عبد الله الحسين عليه السلام، يعني هاي تعرفون محرمات واحد اللي يشارك له بشي بسيط الف حمد وشكر، يعني والله هاي يعني شغلات شقل لكم عليها، يعني هي شيء يعني تخليك واهس، تعطيك الحيل تعطيك القوه، بس بدك يعني تطبخ، بس بدك تسوي فد شيء. يعني قلت لهم اتمنى انا اكو موكب قريب علي، اتمنى يعني اتمنى والله يعني ما اخلي فد شيء ما اسويه، بس شنو يعني ما يمنا احنا موكب قريب، تعرفون يعني كلها على الشارع وبعيده علينا، يعني مو حيل قريبه علينا. فالمهم يا بنات هي خدمه تبع عبد الله الحسين ما ينمل من عندها. طبعا هنا كنت اطبخ وجابوا لنا هاي اللفات تشوفون، طبعا هي باستشهاد ابو فضل العباس عليه السلام. يعني هاي اللفات تعرفون اكو بيها ناس تسوي الخبز المستعجل، مدري خبز العباس سموه، المهم اكو بيها ناس تسوي الزردة، اكو ناس تسوي تمن وقيمة، بعد حسب كل من وعاته.
هنا هاي مسوين طبعا كباب، وهاي طبعا من بيت حماي ودزونا، قلت لهم خلاها كل فد شويه هيك شي ملوحه، واخذت من عندها هاي وطلبتهم راد وانتم بنات هم طلبوا مرادكم، اللي ما عندها ذريه، اللي ما عندها بيت، اللي زوجها قاعد من الشغل، اللي محتاره بوضعها، والله طلبوا مرادكم وابو فضل العباس ان شاء الله ما يقصر وياكم. طبعا هسه خلينا نشوف وين وصلنا بالطبخ. وصلنا يا بنات التمن تقريبا استوى عندي، ما بقى بيه شي، يعني شلون درخت حبايته فد مره، وقلت لكم انا ما عايفته لو شويه يعني بس اخوض بيه. هنا يا بنات بعد ما استوى عندي قلت لكم وكمل، اجي اضيف ما خليت الشكر وبقيت اخوض به. هنا تشوفون جيت خليت هاي المكسرات، كان عندي جوز لان قلت لهم جيبوا لي جوز وفستق، بس ما جابوا لي فستق، جابوا لي اصلا حتى قليل من الجوز، بس شو اسوي بعد يعني مجبوره، هاي هي خليته، وقالوا لي ما نروح الجو حار بعد بنقدر. هنا أنا عندي هاي قليل من النشا، هم خلطته بمي تقريبا خاشوقتين من النشا، خلطتهن بمي وخليتهن فوقها على مود شنو يا بنات، على مود تتماسك اكثر، يعني ما تبقى يعني هيك شلون حبايتها مفرطه لو شي، لا تتماسك راح. هنا أنا عندي هذا الهيل هم طاحنته وكملته، وجيت هنا هم خليته، تعرفون طبعا الهيل ما جبته مطحون، طحنته أنا بالبيت على مود يعني ريحته تبقى قويه وطعمها طيب، لان تعرفون المطحون قديم يعني بالمحلات وهيك شي، فيجي يعني يجي من تجيبينه لا ريحته طيبه، يعني لا بيه ريحه ولا بيه طعم. فانا سويت جبته بالبيت وطحنته، وهنا أنا هم راح ابقى اخوط بيه واكمل، ومن بعدها راح هسه اضيف هذا صبغ اللوزينه، بعد ما يعني استوت عندي تقريبا يعني ما بقى بيها شي، ضفت له صبغ اللوزينه وراح اخليه يتهدى. هسه شوفوا بناتي هنا، وبنات طبعا اني هذا الطبخ كله طبخته على نار هادئه، لان الزردة ما تريد يعني نار عاليه وشي، لا على نار هادئه على مود شنو يعني تستوي براحتها، الحبايه مالتها تندرخ براحتها هيج. فهو هذا، وبقيت اني تشوفون هسه صبغ اللوزينه ادير يعني بالتدريج شويه شويه، مو خليت يعني الكميه كلها وهيج، لا شويه شويه لما نشوف اللون اللي اريده اني. فانا ما اريدها يعني لونها برتقالي، لو يعني صفرة حيل، لو فشي هيج هذا اللون، شوفوا يعني لونها طبيعي، زردة طبيعية. وهنا أنا طبعا بديت أصب من بعد ما تهدرت. يا رب تنعاد علينا هاي الخدمة كل سنة وكل عام، أبا عبد الله الحسين وأخيه أبو فضل العباس وأولادهم وأصحابهم الطاهرين. هنا يا بنات من بعد ما راح أصب وأكمل، من بعدها أجي أزين السفريات هاي، شوفوها الصبيت، لأن ما صبيت لا ماعين لا صواني، قلت بالسفريات أحسن، يعني حتى لو مثلا لنفرض يعني عائلة كبيرة ندزلها فد 3 4 يعني عادي ماكو إشكال، أحسن من الماعين وهيك شغلة، يعني أنا شفت السفر يعني خدمي أكثر من ما صبين ماعين أو صواني أو قدور، لا. وهنا بعد ما كملنا وزينا، يعني طبعا ردت قوالب اني للتزيين بس ما لقيت اكو قوالب مكتوب عليهن يا عباس يا حسين يا يعني كلش حلوات، بس للاسف ما لقيت، وان شاء الله على الجايات لا الله مخلينا عادلين وطيبين. وهنا يا بنات هذا الفيديو اليوم وياكم حبيت اشارككم به بخدمة ابو فضل العباس عليه السلام، وهسه اقول لكم مع الف سلامة وباي باي.